انا عايز اعرف بس يا زمالك، هو في ايه يا زمالك؟ لا بجد في ايه؟ يعني انت كنت بتلعب اللعيبه على النوته؟ كنت بتلعب اللعيبه ببلاش؟ يعني مفيش لاعب خد فلوسه؟ مفيش لاعب مشي يا اخي ما رفعش عليك قضيه؟ طب دلوقتي الايقاف السادس ليك، انت بتضرب ارقام قياسيه يا زمالك. انت بتعمل ارقام قياسيه يا زمالك، انت مفيش منك يا زمالك. انت ايه يا زمالك؟ هو انت يا زمالك ايه؟ يعني انت بصراحه انت معجزه. اللي انت بتعمله ده يا زمالك معجزه، ده ما حصلش ولا هيحصل. ما هو ما فيش نادي بينصب على لعيبه بالشكل ده. انا ما قابلتش نادي في التاريخ، نادي في العالم حاليا عليه قضايا زي القضايا اللي على الزمالك. دي القضيه السادسه يا جماعه، بس دي مختلفه بقى. دي مختلفه ليه؟ لان هي بسبب سياسي، بسبب مستحقات لساسي. وهنا لازم نفتكر الست سوزان، فاكرينها اللي باعت حلقها؟ فاكرين انتوا التبرعات لساسي، وهنبيع التيشيرت ومش عارف ايه وهنخلي التيشيرت ممضي باسم ساسي عشان نبيعه، والفلوس اللي هتيجي من بيع التيشيرت هنجدد لساسي. واللي طلع قال لك انا هبيع كليتي عشان ساسي يجدد، واللي قال لك هبيع عربيتي عشان ساسي يجدد، وهناكل مولتو عشان خاطر ساسي. وفي الاخر فرجاني ساسي رفع عليك قضيه وعايز فلوسه. ما هو يا جماعه ما حدش هيشتغل عندكم ببلاش. هو انت فاكر اللعيبه كانت جايه عندكم عشان الزمالك ده نادي ما فيش منه اتنين؟ فاكر انت فتره بروس وساسي والفرقه اللي اتعملت لك ديت؟ كان من الاخر كده من تركي آل الشيخ، من الاخر. فانت كنت بتلعب اللعيبه ما بتدفعش لهم جنيه، ما بتدفعش لاي حد فيهم جنيه. انت يا زمالك ما فيش منك اتنين. انت يا زمالك يعني موسوعه. انت ما فيش حد زيك يا زمالك. كفايه نصب على اللعيبه، كفايه. ده يا اخي يانيك فيريرا طلع قال كلمتين مع شوبير كلكم بتصيحوا عشان الراجل عايز فلوسه. احمد زيزو عايز فلوس، قلت عليه جعان. يعني انتوا عايزين الناس تيجي للزمالك وتروح وما تاخدش جنيه؟ كل اللعيبه اللي جات لك من بره مصر رفعت عليك قضيه. كفايه يا زمالك، كفايه. الفيفا ما عادتش قادره.